بصورك على فكرة. عادي. ما هو الدنيا كلها بتتكلم اصلا في الموضوع ده، وهو الاعلام هو اللي مهتم بيه. بص هم بيقولوا بس ايه؟ انا على فكرة بصور. ها عادي. ماشي. ما هي دي الديمقراطيه في مصر. هم بيقولوا ان في ايه؟ قلق في امريكا ورعب في اسرائيل. الموضوع ده بيتكلم عنه العلماء والخبراء وبعض موضوع ايه علماء بقى؟ الفلك وبعض علماء الفلك وبعض الاعلاميين وبعض الروحانيين وفي العرافين، واخد بالك؟ بيتكلموا، بيقول لك في مخطوطات في ايران، كتب الجعفر والجعفر الاحمر، بيدوروا على مين هو صاحب مصر. هم فاكرين ان هم بيدوروا على شخص واحد، بس هم بيدوروا على 3 اشخاص مش شخص واحد، وصفه. 3 اشخاص وصفه. بيدوروا على صاحب مصر والمحارب الرهيب، تمام، وخادم الارض المقدسه والحارس الرهيب. الحارس الرهيب دي صفه لل3، وهما ترتيب من اول صاحب مصر. صاحب مصر فيه ال4 صفات، ان هو صاحب مصر، وان هو محارب رهيب، وان هو كان خادم للارض المقدسه دي، وان هو حارس رهيب ليها. والمحارب الرهيب فيه ال3 صفات بتوع ان هو محارب رهيب وكان خادم للارض المقدسه دي بتاعتنا اللي هي مصر، وحارس رهيب عليها. طب وخادم الارض المقدسه؟ خادم الارض المقدسه ان هو حارس رهيب وخادم للارض دي اللي هي ايه؟ خزائن الله. متعمد ان انا اقول كلمه خزائن الله في الارض. ماشي؟ قلنا الحارس الرهيب صفه يبقى هنسيبها. وقلنا صاحب مصر ده كان، مش اللي جاي اسمه صاحب مصر. صاحب مصر كان ملك عظيم، وكان فعلا بتحول التراب على ايديه ذهب، وكان واخد بالك؟ ده كان موجود، وكان خادم للارض المقدسه ديت، وكان حارس ومحارب رهيب عليها. يبقى هنصبر عليه شويه، وهنصبر على الحارس الرهيب شويه. يبقى عندك 2 اللي في النص، اللي هو المحارب الرهيب وخادم الارض المقدسه. مين بقى المحارب؟ هنسيب المحارب الرهيب، هنتكلم عليه بعد خادم الارض المقدسه. نقول الاول مين هو خادم الارض المقدسه؟ خادم الارض المقدسه هو سلطان زي اي سلطان، ملك زي اي ملك، رئيس زي اي رئيس، وليكن السادات. مين اللي اداه الملك؟ ربنا. مين اللي نزعه منه؟ ربنا. مين اللي اعز مرسي؟ ربنا. مين اللي عزله؟ ربنا. واخد بالك؟ ربك هو اللي بيهب وهو اللي بيعطي، وربك هو اللي بياخد وهو اللي بينزل. احنا ما فيش حد ليه يد في الكلام ده. حتى اللي جاي ملكه غصب عن امريكا وعن اسرائيل وغصب عن اليهودي المصري والقبطي المصري وغصب عن المنافقين والمتأسلمين وغصب عن المسلمين، إن كانوا مصلين راكعين ساجدين حامدين لربهم على فضله وعلى نعمه. شوف، حتى لو كانوا مسلمين حامدين لربهم على فضله ونعمه. الملك بإيد ربنا، محدش ليه إيد فيه. تمام؟ ويقال إن القادم هيمهد للمهد المنتظر طريق، اللي هو خادم الأرض المقدسة. هل خادم الأرض المقدسة ده من غير محارب ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش، واخد بالك؟ فهي طبقات. الخادم ده ملك زي أي ملك قلنا، ورئيس زي أي رئيس، كفوف متعلقة في رقبته، وأول من يحاسب قدام ربنا العلماء والملوك. أول من يحاسب. لكن تعالى للمحارب هيتحط تحت ظل الرحمن، اللي هو السيسي يتأثر قوي بيه هو وسيادة الرئيس منصور العدل، يوم لا ظل إلا ظل عين باتت تحرس. مين اللي قايم بالحراسة على الخادم وعلى الشعب، أو على الرئيس وعلى الشعب؟ المحارب. مين بقى المحارب ده؟ اللي هو رئيس الجيش والجندي المصري.
تمام؟ كده عرفنا ايه هو المحارب. بس مين هو؟ الله اعلم، دي حاجه في علم الغيب. ما ينفعش انك كده تقول ايه السيسي هو صاحب مصر، شفيقي هو صاحب مصر، فلان هو صاحب مصر. مسميات، ما تقولش انت مسميات. تمام. دي لسه حاجه في علم الغيب. تقول مسبقا تبقى انت عراف وكذاب، او حتى لو صادق او صدفت معاك انت كذاب. انت فاهم؟ المحارب، المحارب ما يكونش قوي الا غير هو معاه سيف. طيب السيف ده لو محفور عليه اسم دوله، يعني مثلا محارب ماسك سيف مثلا والسيف دوت مكتوب عليه على سبيل المثال الاردن او مصر او ليبيا، مكتوب عليه اسم دوله، يبقى دوت قائد، كان قائد جيش في البلد دي. طب لو ابيض مكتوب باللون الابيض خير. يبقى ده خير او مسالم، في سلم. سلم يا عم. تمام. يبقى المحارب ده في سلم. تمام. طيب لو مكتوبه باللون الاحمر يبقى يا محارب خلي بالك في خطر جايلك. يبقى يا محارب خلي بالك في خطر جايلك وخطر عظيم. طب لو مكتوب لا اله الا الله تخص مين؟ مسلمين. مصر بالاخص. ليه؟ لو كان مكتوب على السيف لا اله الا الله محمد رسول الله، وده المطلوب منه ان هو ده محارب في المملكه العربيه السعوديه نفسها. لكن لا اله الا الله من غير محمد رسول الله، من غير عيسى رسول الله، من غير موسى رسول الله، يبقى المقصود بيها محارب في مصر حتى لو ما كتبش على السيف اسم مصر. يبقى لا اله الا الله محارب مسلم بس مصري مش سعودي. ليه مصري مش سعودي؟ عشان ما كتبش ثلاث رسل. ماشي؟ تمام. يبقى خلي بالك انت وامتك في خطر جاي. ايه هو الخطر ده بقى؟ ايه؟ ده مش هنتكلم عليه دلوقتي، بس نتكلم على شخصية السيسي. لو كتب اسمه باللغة الإنجليزية متفرق، لو كتب عليه الإنجليزية متفرق، لو كتب باللغة العربية اسمه عبارة عن سلسلة حديدية، وهو لحد دلوقتي ما زال في حرف الياء. يا محارب يا رئيس، متردد مش عارف الياء دي تمشي مع حرف السين من الناحيه دي تاخده تنزل، ولا تنزل مع حرف السين من الناحيه دي تاخده تنزل. عندك نعم ولا، مع وضد، عندك انشقاق ما بين شقين، عندك اقتربت الساعه انشق القمر، عندك انشقاق، والانشقاق ده زي انشق القمر رجع، والرجوع في اختيار مين؟ المشير السيسي. اما رئيس، اما محارب، اما ما يفضل ما زال في حرف الياء. طب تيجي تقول له انت خايف يا سيسي، يقول لك وزير الدفاع المصري ما بيخافش، بقى يخاف اكتر. ليه بقى يخاف اكتر؟ اقول لك انا ليه. خايف يخلي الوضع زي ما هو عليه، تزيد له الواحد ده. خايف من ترشيحات رئاسة الجمهورية ياخدها ليبرالي يقول لك بهوأ البلد، ياخدها صوفي وافتخر وما خلصناش من الاخوان، لان يعني كلها انشقاقات دينيه، صوفي زي وهابي زي اخواني زي كلها انشقاقات. خايف يديها مثلا للواء في الجيش متقاعد، او يقول لك الجيش طبخها مع القضاء. خايف ياخدها مستشار قضائي يقول لك القضاء قد طبخها مع الجيش. خايف يديها الراجل يتقي ربنا يقول لك اهو سلمنا تاني للدقون. مش ده اللي بيحصل؟ فقال لك خلاص بقى هترشح حد. هي الامانه في الرقبه، بس هو لحد دلوقتي في السيف سايد زي ما احنا قلنا، هو حرف الياء في النص. والدم ده اغلبيته مش في رقبته، في رقبه الشقين
وفي حزب الكنبه اللي ساكت، اللي هو اداله شرعيه الانقلاب، اللي اداله الانقلاب الشرعي. طب ليه انقلاب؟ ازاي انقلاب وازاي شرعي؟ شرعي. ما كانش الشعب اللي في خزائن الارض يستغيثوا بالمحارب اللي ربنا حطه حارس على خزائنه، هيستغيث بمين؟ ولا انت ايه رايك؟ صح. هيستغيث بمين؟ احنا خلاص كانت مصر كانت ممكن فعلا على حافه الهاويه من اصحاب الطاوله، وساب الشقه في مصر تحت مسمى ايه؟ مصر اكبر دوله حاضنه للارهاب. طيب لو هو مسك رئيس مثلا، حسبناه احنا فوق ال 95 مليون، صح؟ فوق ال 95 مليون. هتشيل ال 15 فيما فوق، اطفال ومعاقين وناس ما تمديش على الدستور، يبقى لك 80 مليون. جالك 20 ودستور الاخوان 17، ودلوقتي في ناس متعاطفه معاهم، قول 20 يبقى 40، انتوا الاثنين 40، يبقى فلول واخوان 40 مليون، وحزب الكنبه لوحده 40 مليون. 40 مليون اللي هم مش عاجبهم الوضع واللي حالهم بقى تحت الارض. ادي كده قلنا شق. يبقى كده المحارب الرهيب وخادم الارض المقدسه الاثنين واقفين على اختيار السيسي دلوقتي. الحارس الرهيب دي صفه، الحارس الرهيب دي صفه. الحارس مش انا ولكن انا منه، ولا انت ولكن انت منه، ولا السيسي والجيش كله ولكن كلهم منه، ولا الشرطه ولكن هم منه. فمين هو الحارس؟ هنعرفه. احنا تعبنا من اول سنه 2011 و12 و13 و14، صح؟ تمام. تحتيهم برضك بالترتيب ظهر عندك 4 ترقاء، 4 اخذوه الاخوان، معهم رئيس اسمه مرسي، معهم دستور، معهم لقب، من الشق الاخر خرفان، صح؟ طلق عليهم الخرفان. بعد كده ظهر رقم 3 اللي هم مش عاجبهم حاجه، اللي هم قريبين من حزب الكنبه، اسمهم الحصان الاسود صراحه يعني، اللي هم لا للفلول لا للعسكر لا للاخوان لا لكل من خان. ظهروا في عصر مين رقم 3 دولت؟ في عصر الرئيس عدلي منصور، والف مبروك على الدستور، وهم الحصان الاسود. عندك رقم 2 اخذوا مين؟ الفلول، معهم رئيس حسني مبارك مع الدستور القديم، ومعهم لقب من الشق الاخر الحمير. يعني دلوقتي احنا عندنا من خرفان لحمير يا قلبي لا تحزن. منهم من اخذ رقم 4 واطلق عليهم الشق الاخر خرفان، ومنهم من اخذ رقم 2 واطلق عليهم الشق الاخر حمير، ونسوا رقم 1 خالق الخرفان والحمير والانسان الغلبان. يبقى كده احنا ناقصنا رقم كام؟ 1. ظهر عندنا 4 و3 و2 وتبقى رقم 1. تحيه من القلب لله الواحد. معايا كده لحد دلوقتي كويسين؟ تمام. نبدأ بالتسبيح. تسبيح الخروف في نحره. الخروف مجرد ما تمسك ودانه، بسم الله الله اكبر، بسم الله الاعظم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الله اكبر، وتغمي عينيه غفلته، والقانون لا يحمي التغفيل. تغفل وتذبح. اول ما بيسمع لفظ الجلاله تلاقيه يتسلطن وكانه بص واخد بنج كلي نشط قدامك. تمام؟ تمام. ومتعمد ان انا اكلمك واقول خزائن الله خزائن الله خزائن الارض. ليه بقى؟ عشان خاطر البليد. مين البليد؟ البليد اللي فاكر نفسه شاطر، والمش مهندسه مراته فرحانه بيه ان هو شاف سيدنا يوسف عليه السلام
خيرة الشر. الرؤية دي تحذير بالغضب والعقاب الشديد من الله عز وجل. لأن يوسف هو اللي قال إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأنت في خزائن الله، نحن في خزائن الله. الله. أنت فين من الحفظ؟ أنت فين من العلم؟ أنت فين من الأمانة اللي سابها لك يوسف على خزائن الله في سفك الدماء تحت أي شرعية؟ يبقى الانقلاب شرعي. ليه؟ في عصر سيدنا عمر بن الخطاب كان سيدنا سعد بن ابي وقاص، سيدنا سعد بن ابي وقاص ده كان مستجاب الدعاء. لو اداك دعوه قضى على حياتك، قضى على مستقبلك الدنيا واخره. سيدنا سعد بن ابي وقاص ده اسال تجاب، كان حاكم العراق. حصلت فتنه عليه، ناس مؤيدين وناس معارضين، ناس عاوزاه وناس مش عاوزاه. سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ بعت سحبه، جابه وبعت واحد يرضى عنه الناس كلهم. يبقى ده اتبعوا مين؟ اتبعوا مرشد الشيطان. مرشد الشيطان اللي حرم الزواج، اللي ربنا حلله في القرآن اللي احنا نرضاه لعيالنا. الاخواني ما يتجوزش في الاخوانيه. اللي عمل ايه؟ قسم لنفسه خاص بيه. وبوس الايادي والرؤوس بالرجول. وطبعا بيدعوا له في الصلاه ربنا يطول في عمره ويخلي المرشد. وشويه شويه يصلوا له ركعتين باسمه عشان يزودوا في ميزان حسناته. والله العظيم. وممكن والعياذ بالله بقى خلاص بقى يسجدوا له بعد كده. والعياذ بالله. انت فاهم؟ يبقى اتبعوا مرشد الشيطان. ومصر ما يحكمهاش خروف طالما بقت قطيع، يحكمها غول. نحب نشوفه ونشوف تصرفاته وحركاته وخفة دمه المصرية وعطفه على أهله وناسه، موجود في كل إدارة ووزارة وبيت وشارع وحارة عشان يرعى شعب. لو قطيع يبقى غول. وظهر عندنا من بعديه رقم 3 الحصان الأسود. ده اللي هو السيد عدلي منصور بتسبيح الحصان في رقده. قلنا الخروف في نحره، الحصان في رقده. كل ما بيجري يركض أكتر وبقوة أكتر من القوي. اللهم أنت القوي القوي. ياخد قوة وباور أكتر ويمشي وينطلق بسرعة أكتر. عاوز يسلم. مين اللي جاي خد شيء؟ بجد والله. تسبيح الحمار في حمله كمثل الحمار يحمل أسفارا. بيطلب الإعانة لحد ما يوصل مشواره، تلاقي وشه في الأرض يا معين. حمل عاوز يروح يفرغه، لكن ده مش هيفرغه لأنه رايح بحمل من خزائن الله عز وجل. تخيل الكلام ده ازاي. طبعا زي ما وجهت للشاطر مباشرة وللمرشد انا بوجه الكلام لجمال مباشرة. الحق صالح رب الخزائن وابعد عن لقب الحمار. التاني يلحق يصالح رب الخزائن ويبعد عن لقب الخروف. جمال زي ما ده يبعد عن المرشد الشيطان، ده يبعد عن القاتل كاره العدل اللي بيقول انا حبيب العدل والعدل كارهه. العدل كارهه. الحق تخلص من الرقب ده. اياك تروح لخزائن الله وانت محمل منها. انت مش راجل اهو، انسان طبيعي. لو جه حرامي وحاول يسرقك هتعمل فيه ايه؟ وانت شفته مسكت ايديه كده امنعه. انه ايه ده؟ انا هسقط له دراعه جنبه. انت كبني ادم واحد بيسرقك يوبا، ولو في اتوبيس يبقى امه بتحبه وداعي عليه. يبقى امه بتحبه. انت فاهم؟ لكن ما بالك اللي رايح من خزائن الله عز وجل وتبقى لقب. اللقب اللي جاي
مش للرئيس، للمحارب. القرش حارس سفينة الملكة خزائن، الأرض بتاعتها قرش. قرش تسبيحه الافتراس. القرش بقه عامل كده، لو أكل من القاع مجبر إن مقدمة راسه تسجد لله. وفي القرش الأبيض صور كتير وهو بيفترس من على وش البحر، تلاقي شفايفه مبتسمة من أول ما ياخد الفريسة وباصص للسماء وشفايفه مبتسمة لحد ما ياخدها وينزل. وفي صور تاني القرش راح منه أسد البحر عداه هرب منه. والله تشوف منظر الصورة دي، من الصورة دي تعرف الفرق. هو يعني أسد البحر لما راحت منه تسبيحة، بيبص ربنا كده معلش راحت مني تسبيحة. تسبيح القرش الافتراس. ولولا القرش ده افترس كبش الفدا لأصحاب الطاولة لراحت مصر. نزل يعوم في بحر يبدو لي انه شمسه ساطعه وان اليوم بالنسبه له جميل والبحر هادي قدامه وهنزل اعوم. نزل في بحر يعوم فيه ماهوش قده، وتحذر من الملكه نفسها، من ملك خزائن الارض مصر. ما انتش قدها ما تسبحش فيها. امال ليه كله محارب رهيب خادم الارض المقدسه، حارس رهيب؟ ليه رهيب؟ ليه رهيب؟ عشان دي خزائن الله. يعني انت مثلا عندك ممكن تتخيل موقف مثلا يوم الحشر، من كان يحكم تحت اسم الحكم العدل فليأتي. يجوا بقى لمين؟ القضاة مثلا على سبيل المثال. ليبي عدي، تونسي خش خد حسابك، ماشي، باكستاني عدي خش خد حسابك، انت سعودي اركن شويه. ليه يعني؟ قاضي وسعودي؟ لا، انت كنت تحكم تحت اسمه الحكم العدل وفي ارض مقدسه. فاهم؟ زياده واحده. الفرق ايه؟ زيادة واحدة؟ هي الفرق. تعالى اللي بعديه، مصري اركن. ايه؟ انت كنت بتحكم تحت اسمه الحكم العدل وفي ارض مقدسه، وخزائن الله في الارض اللي وثق عليها مين؟ مين؟ سيدنا يوسف. سيدنا يوسف. وده كلامي اخر تحذير بسيدنا يوسف.